اماكن القاهره، قاهره اسماعيل باشا، وفي ميدان طلعت حرب، بالتحديد في مكتبه مدبولي. المكتبه دي اللي احنا طلعنا من صغرنا نسمع عنها ونجيب منها كتب، وهي اللي علمتنا كتير جدا من الثقافه. فاحنا هنا هنعمل زياره لمكتبه مدبولي، وهنقابل كاتب وهنشوف كتابه. تعالوا كده مع بعض نبتدي برنامجنا ونشوف هنعمل ايه. النهارده في مكتبة مدبولي في ميدان طلعت حرب في وسط القاهرة. طبعا كلنا عارفين ميدان طلعت حرب، وكلنا عارفين ان المكان ده اللي انشأه اسماعيل باشا. يعني احنا بنتكلم على الثقافة المصرية والثقافة العربية من بدايتها. احنا هنا في مكتبة مدبولي دي مكتبة قديمة جدا وتاريخية وكلاسيكية. لو بصينا حضراتكم هنا هنلاقي الكتب مرصوصة بالشكل الكلاسيكي، معمول كل الكتب التاريخية لوحدها، والكتب الأدبية وكتب السياسة وكتب الدين. يعني ما شاء الله احنا هنا في موسوعة وعصير الكتب زي ما بيقولوا. في طبعا كتير جدا من الكتاب والساسة وجميع الشخصيات الأدبية كلهم بيجوا هنا المكتبة دي. احنا طلعنا من صغرنا عارفين مكتبة مدبولي، تعلمنا منها وقرينا الكتب الجميلة اللي فيها، تعلمنا ثقافة كتير جدا من خلال الكتب اللي بتتباع في المكتبة دي. ومعانا النهاردة كذا لقاء مع الكتاب اللي ناشرين كتابهم في مكتبة مدبولي. والكتب دي من إصدار دار نشر الجمهور العربي اللي بتشرف أنا بإدارتها. وهنعمل جولة كده سريعة ونشوف الكتب دي كاتبين فيها ايه، وهنعمل لقاء ايضا مع يعني هنقول احفاد او ابناء صاحب المكتبة الحاج محمد مدبولي الله يرحمه، لان المكتبة دي انشأت سنة 1938 وكانت مكتبة تعتبر من اوائل المكتبات في القاهرة. وعلى فكرة المكتبات دي دخلها ساسة كتير جدا وقادة كتير وعظماء الكتاب والمؤلفين، منهم الرئيس التونسي قيس بن سعيد، ومنهم الرئيس صدام حسين، وطبعا وجمال عبد الناصر، ناس كتير جدا. احنا لو عدينا هنلاقي كتير جدا جم هنا المكتبة دي. وفي لقاء هنعمله برضو مع أصحاب المكتبة الأول، بعد كده نشوف الكتاب اللي هم ناشرين كتابهم. مش كل الكتاب، بعض من الكتاب. فاسمحوا لنا ان احنا نعمل اللقاء والجولة دي. ومعانا لقاء دلوقتي مع مدير مكتبة مدبولي، تلك المكتبة العريقة مش في مصر بس، في الدول العربية كلها. ودي المكتبة اللي زي ما قلت لحضراتكم احنا اتربينا على الثقافة من خلال الكتب اللي كنا بنشتريها وبنجيبها من المكتبة دي. نتعرف بحضرتك. أشرف الصغير، مدير التوزيع في مكتبة مدبولي. بنرحب بيكم، بنرحب بالسادة المشاهدين، بنرحب بالبرنامج الثقافي الجميل ده اللي نتمنى كل المثقفين في العالم العربي يشوفوه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ اشرف. اهلا بيك. بداية انا عايز حضرتك تكلمنا على التاريخ الجميل والكبير عن مكتبة مدبولي، ليه هي مميزة عن جميع المكتبات في مصر؟ التاريخ ابتدى من الجد الحاج محمد مدبولي. هو ابتدى ببسطة بسيطة في الصحف والجرايد والمجلات الأجنبية ومعظم المنشورات اللي كانت بتيجي من بره. اتطور الأمر بقى كشك في ميدان طلعت حرب، اتطور الأمر إلى أصبح مكتبة في قلب ميدان طلعت حرب. يعني تطور الأمر تدريجيا وأصبحت من أعرق المكتبات في مصر وفي العالم العربي. ده حاجة عظيمة جدا. واحنا طبعا أنا عارف من خلال معلوماتي إن المكتبة دي زارها رؤساء وزارها مثقفين وناس، يعني فعلا شخصيات الواحد يحلم إن هو حتى كان يعني يقرأ الكتب بتاعتهم أو يشوفهم. صحيح. يعني أنا أذكر إن الرئيس صدام حسين لما كان موجود في الدقي كان يزور مكتبة مدبولي. الشيخ سلطان القاسمي، وبنحييه طبعا تحية كبيرة، رائد الثقافة في الإمارات وفي العالم العربي،
كان بيزور مكتبة مدبولي وهو موجود بيدرس في الجيزة. كتير من شخصيات الرئيس قيس سعيد على سبيل المثال وهو في القاهرة طبعا، وهو أستاذ أكاديمي في القانون الدستوري، كان بيجي لنا في مكتبة مدبولي. وهو ما زارنا الزيارة الأخيرة دي في مصر حاول يجي لنا، لكن يظهر كان عنده صعوبات في الوقت يعني. لكن كتير من الشخصيات المرموقة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي بيحبوا يزوروا مكتبة مدبولي. هي فعلا فخر بالمكتبات، وكلمة مكتبة في حد ذاتها هي بنتكلم عن الثقافة. أكيد. لأن الكتاب مش هنقول، في ناس بتقول الكتاب مات. أبدا، الكتاب الورقي سيستمر. سيستمر، وده خد هذا الكلام كلام يقيني. لأن يعني التكنولوجيا أنت ممكن تخش عليها لفترة بسيطة، لكن مش هتقدر تقرأ كتاب كبير على على الشبكة يعني. الكتاب الورقي فيه علاقة روحية بينك وبينه. صحيح. في علاقة، يعني احنا هنقول علاقة روحية لأن في سمة اتصال غير مرئي بينك وبين الكتاب. مظبوط. في حنين للكتاب. فإذا الكتاب الورقي سيستمر وسيدوم بإذن الله. طب هل نفس الكلام برضه هيكون على الجرائد الورقية؟ نفس الكلام يعني، نفس الكلام ينطبق على الكتاب، ينطبق على الجرائد الورقية. لكن انا اقصد ان انت لما بتاخد معلومه سريعه بتاخدها من الشبكه الانترنت. صحيح. لكن انت لما تحب تستمتع وتقرا اكيد هتروح للكتاب. الكتاب زي الطفل، زي ابنك، بتحن له بتروح له، بتمل منه بتحطه جنبك، بتحن له تاني بترجع له، وهكذا. فسمت علاقه غير مرئيه بين الانسان والمثقف والكتاب. طب ما على كده نقدر نقول انه الكتاب حاليا في غرفة الانعاش، ولا غرفة، ولا مثلا نقدر نقول استشفاء؟ والله هو استشفاء. نقول استشفاء، مش في غرفة الانعاش ابدا، لان النخبة موجودة والمثقفين موجودين والقراء موجودين. لكن احيانا يعني احيانا انا في يقيني ان بعض المشكلات الاقتصادية ممكن تكون سبب في ان او تطور التكنولوجيا، او تطور تكنولوجيا، يعني بعض الاسباب الغير المحيطه حوالينا. لكن اكيد الكتاب سيستمر وليه قراءه وليه مريديه يعني. يعني زي ما حضرتك التكنولوجيا لانها طبعا شيء جديد على الانسان. اكيد بتشدوا له بعد كده. اكيد يعني هو فعلا هي لحظه وبترجع لا صح او زي ما تقول للفطره. للفطره. بالظبط. صحيح. صحيح. انا سعيد جدا نمون بلقاء مع حضرتك، وبنرحب بيكم وبنرحب بالقناه الجميله، وان شاء الله يعني نتمنى كتير من البرامج الثقافيه اللي تهتم بالكتاب، ودي مبادره منك رائعه وجميله. الله يخليك يا استاذ اشرف. واحنا بندعي جميع الكتاب وجميع المثقفين وجميع القراء ان هم يزوروا مكتبه مدبولي، لان هيلاقوا فيها العراقه وهيلاقوا فيها كلاسيكيه الكتب. هي مكتبه مصر ومكتبه العرب. بالظبط. انا معاك يعني. والعلاقه بيننا وبين امتنا العربيه يعني علاقه لا تنتهي. فعلا. تحيا مصر وتحيا العرب. تحيا مصر. وبنحيي جميع الاخوه العرب في كل مكان. مكانهم مصر، وتزورونا في اي مكان. بلدكم. صحيح. شكرا استاذ اشرف. اشكرك جدا يا دكتور. شكرا. تحياتي. ودلوقتي معانا لقاء مع احد الكتاب اللي هم طبعا حاطين كتابهم هنا في مكتبه مدبولي. وزي ما احنا قلنا لكم البرنامج اسمه كتاب وكاتب ومكتبه. احنا اتكلمنا مع صاحب المكتبه، دلوقتي هنتكلم على الكاتب وكتابه. ويسعدنا ان احنا معانا اللقاء ده الاديبه الكبيره الجميله استاذه نجاة البهلول. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ طارق، ازي صحه حضرتك؟ الله يخليك، وانت منورانا. منور بوجودك ان شاء الله. واحنا سعداء جدا انك انت حضرتك طبعا اصداراتك الجميله بتصدرها في دار الجمهور العربي، وطبعا انت حضرتك كتابك هنا في مكتبه مدبولي اعرق المكتبات المصريه والعربيه. ايوه. عاوزين نشوف حضرتك يعني ليه اخترت مكتبه مدبولي؟ اولا هي مكتبه قديمه جدا وعريقه جدا وسمعتها حلوه قوي، واسم مكتبه مدبولي ده مكتوب من سلاسل من الالماظ بتنور في سما الادباء والكتاب، فليها رنين وليها واقع كبير قوي، فعشان كده انا حبيت ان انا اعرض كتابي هنا. ده شيء جميل جدا. طب ايه الكتب بتاعت حضرتك اللي هي موجوده هنا؟ حاليا في كتاب سلطان القلوب
لسيدي العارف بالله الشيخ بهلول، اللي هو ده اخر اصداراتي الحمد لله رب العالمين. وفي كتاب تاني اللي هو قصص الانبياء والرسل، ده الجزء الاول، بجانب ان في مجموعه كتب تانية منها زهور مقتطفه من بساتين الصالحين، برضو ده كتاب ديني، وحكايات مقرمشه، وحكايات نجاة وشهرزاد، و يعني سلسله كبيره من الكتب انا الجميله. يعني كتابات حضرتك تسع كتب تقريبا باذن الله ما شاء الله. ان شاء الله. طب حضرتك في مثلا كتاب معين تقدري نسمع منك حاجه، او تقول لنا الكتاب محتواه ايه او كده؟ هو طبعا تحب تتكلمي بالنسبه عن لي سلطان القلوب ده انا بعتز بيه جدا، لان انا كاتبه فيه السيره العطره لجدي العارف بالله الشيخ بهلول رحمه الله عليه. وانا ربنا اكرمني وفض عليا ان انا فعلا بحثت ونقبت وقدرت اجمع بعض المعلومات، حتى يعني انا مش هقول كل المعلومات، بعض المعلومات عن جدي رحمه الله عليه وعن اولاده وبعض احفاده. وكتبت حوالي ما يزيد عن 24 تقريبا حكمة وموعظة لحضرته، وحوالي أكتر من 34 قصة من قصص حضرته. بس القصص أنا خدتها، وفي النهاية أنا حطيت إيه العبرة أو الحكمة اللي إحنا استفدناها من جدنا الكبير سيدي البهلول، بجانب برضو حوالي 40 دعاء وابتهال، وبعض كلماته في حب الله، وبعض كلماته في حب آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، في حب حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ختمت في النهاية بصور بعض المقامات لأجدادنا الشرفاء، اللي هو جدي سيدي البهلول والشيخ عاصم البهلول والشيخ محمد البهلول والشيخ أحمد البهلول الكبير. برضو على قد ما قدرت أنا كان نفسي أجيب كل المقامات، بس طبعا كان صعب عليا جدا. ووضع في آخر الكتاب جزء صغير كده من خواطري اللي أنا كاتباها بقى في حب جدي وفي حب حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب تحبي تسمعينا حاجة منها؟ طبعا. معلش سامحوني علشان انا بس ما معيش النضاره، مش قادره، مش عارفه اقرا من الكتاب، يعني فهقرا من الموبايل بعد اذنكم. لا اتفضلي اتفضلي. جدي الشيخ بهلول ده كان شيخ وليه مقام كبير، وكان محب وعاشق للرسول، وليه كرامات وكمان نفحات، وبحبه لآل البيت كان موصول. كان طالب في الازهر الشريف، ومجاور سيدنا الحسين صاحب التصريف. معذور يلي ما تعرف مين الشيخ بهلول، على حب وعشق آل البيت كان مفتون. بحبك يا جدي، وفي حبك أي شيء يهون، وليا الشرف إني اسمي بيك مقرون. بحبك يا جدي يا شيخ بهلول. جميل. الله يخليك. حضرتك يعني انا ملاحظ ان انت حضرتك يعني معتزه جدا طبعا، وده شيء طبيعي ان كل واحد بيعتز بجده وعيلته. ايوه. يا ترى العيله موجوده في مصر بس؟ لا ده ما شاء الله آل بهلول موجودين في الوطن العربي كله. يعني حضرتك انا عندي على صفحتي على الفيسبوك من الجزائر ومن اليمن ومن المغرب ومن السعودية ومن الكويت، وطبعا القاهرة قد يكون جميع محافظات القاهرة فيها من آل بهلول. فهي تعتبر ما شاء الله من أكبر العائلات المنسبة لحضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا حاطة في كتابي النسب الشريف لجدنا الشيخ بهلول رضي الله عنه وارضاه لحضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وحاطه صورة شهادة لابن عم من اعمامي واخدها من نقابة الاشراف، شهادة النسب الشريف ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين هي من اكبر العائلات المنسبة لحضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني والسلام. احنا كده بندعو اي حد من عائلة بهلول ان هو يجي مكتبة مدبولي ويقتني الكتاب ويشوف الكتاب هنا باذن الله، ويا رب يا رب يحوز اعجاب الجميع باذن الله يا رب. يا رب. طيب في حاجه تانية الكتب بتاعت حضرتك عايز تقولي عليها حاجه ولا؟ لا هو انا في بس قصيده في حب حضره سيدنا النبي صغيره قوي، هستأذن حضرتك ان انا هقولها. اتفضلي. بقول فيها: يا حبيبي يا حبيبي، عندما اريد ان اكتب عن شوقي اليك
أتوضأ بماء الورد والياسمين، وأطهر فمي قبل أن أنطق باسمك يا خاتم المرسلين. ثم أرتدي ثياب المحبين الزاهدين، وأشعل شموع الحب وبخور العاشقين، واطلب المدد، أطلب المدد من رب العالمين. ثم أرسم اسمك على أوراقي بالمسك والرياحين، واجدلها كعنقود الفل الجميل، فيفوح من مداد قلمي عطرا، عطرا ليس له مثيل. فأهيم عشقا، أهيم عشقا على أمل أن أرافقك في عليين. حبيبي يا حضرة سيدنا النبي محمد، عليك أفضل الصلاة والتسليم. عليه أفضل الصلاة والسلام. بنشكرك جدا أستاذة نجاة على الكلام اللي في حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى وسلم. كتابك الجميل، وإن شاء الله يلاقي يعزك. استحسان القراء إن شاء الله بإذن الله. ألف شكر شكراً لحضرتك يا أستاذ جداً. طارق. متشكرين جداً. وأنا في آخر لقائي بشكر حضرتك بجد، لأن حضرتك الإيد المعاونة والمساعدة ليا ولكتير قوي 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 من زمايلنا الكتاب والشعراء، أشكرك. فربنا يبارك في عمرك. الله يخليك فندم. ألف متشكرين شكر جدا. حضرتك. السلام عليكم. وفي ركن تاني في المكتبة التقينا بالأستاذة عزة أبو زيد، الشاعرة الإسكندرانية. مش هنقول تعرف حضرتك طبعا عارفين. انت بس عرفي الجمهور بنفسك. عزة أحمد أبو زيد، شاعرة عامية وعضوة اتحاد كتاب مصر ومدير بيت الأدباء والشعراء. حد عنده اعتراض؟ لا ما عندناش اعتراض خالص. طيب انا عاوز اعرف بقى انت هنا يعني كتابك ايه المعروض او كتبك ليكي كتب في مكتبة مدبولي، وليه اخترتي مكتبة مدبولي؟ أنا ليا كتاب بنت موت. طبعا اخترت مكتبة مدبولي لأن هي من أعرق المكاتب في القاهرة، مكتبة قديمة جدا مهتمة بالشعراء والأدباء والكلام ده، فهي بالنسبة للنطاق الأدبي هي مكتبة كويسة جدا يعني. تمام. طب عارضة ايه الكتب ايه بتاعتك هنا؟ بنت موت. كتاب بنت موت بس؟ بنت موت تبع دار نشر الجمهور العربي. انت عارفه فيه طبعا. طبعا. تمام. شرف بيك. طيب استاذ عز، الكتاب ليه يعني واخد الاسم بنت موت ده يعني؟ الفترة الأخيرة كان في شوية كده يعني حزن شوية، حاجات كده يعني الواحد مر بيها فاتأثرت بيها فكتبت عنها أكتر حاجة في الكتاب. طب يا ترى الأسامي الكتب التانية اللي عندك واخدة برضو الاسم لا الحزين ده؟ عندي بحن لك، وعندي وأنا وياك، وعندي نظرة العمياء، وعندي طب كتير. الكتب دي تتعرض برضو هنا؟ إن شاء الله بإذن الله تتعرض برضه في مكتبة مدبول إن شاء الله. تمام. وإن شاء الله تتعرض برضو في معرض القاهرة الكتاب بإذن الله؟ طبعا أكيد طبعا. تمام. طب عاوزة تسمعينا حاجة يعني من أسمع لك. بس تعلي صوتك شوية عشان احنا نسمعك. قصيدة اسمها كاس المر. ومين فيها يا ناس باقي، وكاس المر شاربينه، نعيش في الدنيا ونلاقي جبال بالصبر شايلينه. ومن فينا الزمان بكاه، ومن بس اللي قال ده كان وحده يا ولداه. سنين العمر بيعينه، بيبكي بس من جواه على القلب اللي داف في هواه، وباع الدنيا لحنينه، وفي الآخر يا ناس باعني. سنين العمر شاريينه، لقيت نفسي جدار مهزوز، وزلزال الحياة صبني، ولو كانت النجاة بفلوس لكنت شريت ولا يسيبني. يا ليل الصبر صبرني، وقوي القلب على الأحزان. أنا جيت الحياة وحدي وبوزنها بألف ميزان، وطعم الحزن جربته ولكن والله ما ندمان. بحن ساعات وببكي ساعات، وجوايا حنين وأهات يحرك كل شيء فيا، حياتي وقلبي وعينيا، وجوايا الدموع بالكيل. بحس بغربتي والويل، بحس نهاري يشبه ليل، حسابي وشايفه قدامي، وكان الحكم ليا سكوت. وكان نفسي أنا أصرخ وأقول يا بنتي لسه بموت. فقدت حياتي ولفوني وأنا ميت، وشايف حزن هد بيوت.
وبنتي تبكي وتنادي، نفسي أرد وأطمنها، حبيبتي والله والنعمة، نفسي أقولها سامحيني، ولو كانت الحياة كلمة هقول يا رب قويني. جميل. يعني برضو انا شايف حتى في القصيده نفسها مش عارفه يعني العرض الموت كده او في زمن كورونا ده. ربنا يديك العمر الجميل ان شاء الله، يخليك لولادك، شكرا جدا منك. وبنشكرك جدا على اللقاء ده وسلامنا لأهل اسكندريه كلهم ان شاء الله. والتقينا برضه بشاعره تانية وثالثه ورابعه مع الاستاذه فاطمه منصور. اهلا وسهلا. علي صوت حضرتك شويه. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور طارق. اهلا وسهلا بيك. طبعا برضو احنا عاوزين نسالك نفس السؤال اللي سالناه للناس اللي قبل كده، انت ليه اخترتي مكتبه مدبولي تعرضي فيها كتبك؟ والله مكتبة مدبولي مكتبة قديمة وعريقة، وطبعا ما شاء الله فيها تنوع كبير جدا من الكتب، سواء ثقافية أو أدبية أو شعر أو علمية، فهي مكتبة جميلة جدا. وطبعا ناس كتير جدا بتيجي تاخد منها كتب وتشتري منها الكتب طبعا، ففيها كل المتنوع من الأدب. جميل. طب ايه الكتاب بتاع حضرتك اللي عرضاه؟ كتابي اسمه سفيرة من أهل القمر. سفيرة من أهل القمر. سفيرة من أهل القمر. جميل. ده الديوان الأول، وفي ديوان تاني إن شاء الله. برضه من إصدار جريدة الجمهور العربي. طبعا إصدار دار نشر جريدة الجمهور العربي. تمام. حضرتك الكتاب محتواه إيه، أو يعني أغلبه بيتكلم عن إيه؟ والله هو بيتكلم عن الحب. الحب بجميع انواعه، مش رومانسي بس. سفيرة يعني من اهل القمر. يعني حب الوطن، حب الام، حب طبعا حب الرومانسي، الحب بكل انواعه، يعني حتى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتكلمت فيه. جميل. طب حضرتك سمعينا حاجه منه؟ حاضر، اسمع حضرتك حاجه عاطفيه. ماشي اتفضلي. ماشي. انا منك. خلاص امسك لك. شكرا. ملكت قلبي، هي اسمها يا املي. يا املي ملكت قلبي وبحثت في تكويني، وفتحت بابا كان مغلق طول عمري، بعثرت اوراقي وغيرت تفكيري، وجعلت النبض الساكن يجري بشراييني، والروح تهواك وتشجيني، والحلم بك كأنه واقع يحييني، وأتوه في غيابات حبك تأتيني، وتصبح لحن عشق يرويني. أنت نور أضاء قلبي وعيني، يا حبيب الروح ومنية حياتي وسنيني، متى يكون الهوى بقربك يأويني، أصبحت حلمي وأملي وتكويني، زينت كل حياتي وعمري وسنيني. جميل. الله يخليك. طيب يعني في كتب في الثانية جاي في الطريق ولا؟ ان شاء الله في ديوان ان شاء الله في دار نشر الجمهور العربي تحت الطبع باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله ده الديوان الثاني، وبعد كده ان شاء الله يكون في قصص باذن الله، قصص قصيره وقصص كبيره باذن الله، احنا يعني شغاله فيها ان شاء الله باذن الله، وبالتوفيق والنجاح. الله يخليك. شكرا دكتور طارق. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا. والتقينا مع شاعر برضو جميل، صاحب كتاب أبيات راضي. يا ريتها كانت بيوت راضي برضو. نتعرف طبعا، مش هنقول برضو نتعرف لأن طبعا الأستاذ محمد معروف، هو يعرفنا بنفسه. محمد طه راضي، بكتب قصائد عامية وفصحى، ويعني داخل في موضوع رواية كده على استحياء يعني. ليه على استحياء يعني كان يعني هقول لحضرتك ايه؟ لا اصل انا سمعت ان في دعمك الدكتور حسام. طبعا دكتور حسام عقل حقيقة، هو بيدعم اي شباب او اي جيل، بيدعم الجيل اللي طالع، والحقيقة بيدعم بشكل كبير، ويعني بينزل يعني طالما شكر فيك بقى مش على استحياء. والله يا استاذ. الدكتور حسام فعلا كان اساسا هو كان ناقش الكتاب بتاعي، كتاب ابيات راضي. تمام. ف يعني حتى صنفني ان انا كاتب شعر غنائي، وكان برضه من ضمن النقد بتاعه ان هو قال لي يعني حاول توطن نفسك، اذا تكتب عاميه ولا تكتب فصحى.
يعني على اساس انك تاخد مسار تتميز فيه. بالظبط كده. طيب احنا برضه انا اسالك السؤال التقليدي اللي انا سالناه للناس كلها، انت حضرتك ليه اخترت مكتبه مدبولي؟ طبعا مكتبة مدبولي مكتبة عريقة، ومن يعني من أقدم المكتبات اللي موجودة في القاهرة، فيعني معروفة بالنسبة للناس كلها، يعني أكيد أي حد ليه الشرف إن هو يعرض كتابه فيها. يعني أنا شرف ليا إن يبقى الكتاب بتاعي موجود جنب عمالقة الأدب والشعر. طب وبرضه السؤال التاني، انت ليه اخترت دار نشر الجمهور العربي؟ أكيد عشان دكتور طارق. لا بعيد عن دكتور طارق. لا يعني حضرتك يعني مش يعني لازم اقول لحضرتك دعمتني بكل الطرق، وحضرتك بتتعامل، اكتشفت بعد كده حضرتك بتتعامل مع الناس كلها كاخوات. انا كنت فاكر ان انا بس ليا معزه خاصه، فاتضح ان اتضح ان حضرتك كده مع الكل، ودي حاجه ما تزعلنيش يعني. لا انتوا كلكم طبعا فوق راسي وكلكم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. واحنا يعني انا بعتبر حضرتك فعلا يعني متبنيني فنيا، مش عايز اقول متبنيني عشان حضرتك برضه صغير، يعني مش عايز اكبرك، كبير في المقام طبعا. تشكر يا استاذ محمد. طيب كتاب ابيات راضي بيتكلم عن ايه؟ ممكن بس تعرضه بكاميرا كده طيب الكتاب يعني اغلبه يعني بيتكلم ايه، رومانسيه ولا اجتماعي ولا؟ لا انا حاليا بحب انوع في كتابتي، ما بمشيش على نمط واحد. بكتب في السياسه على الخفيف، بكتب رومانسي، بكتب اجتماعي، يعني بصنف. طب كلها عاميه؟ لا في فصحى، عشان كده الدكتور حسام قال لي وطن نفسك، وده ان شاء الله تداركه في الطبعه اللي جايه. تمام. طب في حاجه انت تحب تسمعها لنا؟ طب ممكن اقول لحضرتك حاجه. كده بالنهار لو في حياتك سر صارحني، ولا شايفني كاشف اسرار، ولا يكونش ده زعلك مني، ولا يكونش ده زعلك مني في اخر مره سايب له اثار، ارجع اقول لك تاني سامحني، ده انا من غيرك عشت مرار، ده انت في قرب مشاعرك مني هنزرع حب ونبني جدار، ولو راحتك في بعادك عني عشان راحتك انا ابني جدار. جميل. طيب في كتب تانية قريبة؟ يعني هو باذن الله في نوفيلا. النوفيلا دي قصيدة ولا قصة؟ لا يعني روايه بس مصغره شويه، يعني ما تعديش 70-80 صفحه، فهي نوفيلا مش روايه. هو دكتور حسام عقل برضو بيراجعها معايا. نوفيلا يعني قصة قصيرة. قصه قصيره. قصه قصيره. فكرت الاسم. لا دكتور حسام عقل فعلا برضو بيدعمني فيها وبيراجعها معايا، وهي دلوقتي تحت المراجعه، وباذن الله ان شاء الله برضو هتبقى في دار نشر الجمهور العربي. عموما بشكرك وبتمنى لك التوفيق والنجاح يا استاذ محمد. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. شكرا يا حبيبي. شكرا. وبنلتقي مع الاستاذه مروه محمد عبد المنعم، مدير التسويق والتوزيع في دار نشر الجمهور العربي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا شايفين المجهود الكبير اللي حضرتك عاملاه، الف شكر. وشوفنا اتقابلنا مع بعض الكتاب اللي هم اصدارات الجمهور العربي. تمام. وكله بيشكر في حضرتك انك انت يعني بصراحه الدينامو اللي شغال حته التوزيع، واختيارك مكتبه مدبولي برضو اختيار جميل جدا. عاوز اعرف ليه اخترت مكتبه مدبولي؟ اولا مكتبه مدبولي من اعرق المكتبات اللي موجوده في القاهره. أسست سنة 1938 وخدت على عاتقها من فترة تأسيسها لحد النهاردة إنها تنشر الثقافة والفكر بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، وكانت دايما قبلة للمثقفين والمفكرين على مدى أكتر من حوالي 80 سنة لغاية دلوقتي. لما اخترت مكتبة مدبولي لأن أنا حاسة إن الكتب بتاعت دار نشر الجمهور العربي تستحق إنها يلقى عليها الضوء اكتر من كده، لان جريده الجمهور العربي ومكتبه والدار نشر الجمهور العربي بيقدموا او بيخدموا جدا المؤلف اللي بيقدم من خلالنا اعماله الادبيه، من خلال الخدمه كمان ما بعد الاصدار اللي هي التسويق الجيد لشغله اللي بنقدمه من خلال اما بيت الادباء والشعراء او من خلال تسويقنا الخارجي لاعماله الادبيه. على كده بقى ان شاء الله برضو باذن الله توعدي الجمهور وتوعدي الناس اللي بيصدروا في جريده الجمهور العربي ان هيكون لهم اصداراتهم في المعرض. ان شاء الله بامر الله هتنزل اصدارات في المعرض، وده احنا ان شاء الله قدمناه من خلال مكتبه شريف
الخاصة بالهيئة العامة للكتاب إن شاء الله هيبقى موجود. وطبعا من خلال مكتبة مدبولي الكتب كل السادة الزملاء اللي شرفونا بالنشر عندنا في دار نشر الجمهوري العربي موجودة إن شاء الله في معرض القاهرة الدولي للكتاب. تمام. وفي خطة مستقبلية يعني ممكن تتنشر بره في الدول العربية؟ إن شاء الله بأمر الله في خطة مستقبلية لنشر الإبداعات دي للدول العربية إن شاء الله. طب عاوزة تقولي حاجة عن عندنا في إصدار مميز كتاب أحببت اسمك. ده من ضمن الكتاب. ثانية واحدة. الكتاب بتاعي بقى. تميز كتاب أحببت اسمك للدكتور طارق فوزي. الكتاب ده بيقدم فكرة حلوة جدا، انه بياخد تعمل معايا الحوار في الحته دي. اعمل انا معاك الحوار ده شرف ليا والله. بس هقول كلمه وبعد كده حضرتك اللي هتقول لي بقى عن الكتاب. كتاب احببت اسمك تميزه وانا عرضته على اكتر من مكان، وبصراحه كان بيلاقي اقبال كبير قوي، لانه في تميز انه مش بس شعر، ولكن بياخد اسم البنت بيعمل عليه قصيده جميلة جدا، فده لها إقبال واستحسان كتير قوي من الناس. وكمان إن كل إنسان يعتز باسمه. الكتاب مكون من جزئين، الجزء اللي مطروح حاليا في السوق الجزء الأول، وإن شاء الله دكتور طارق بيعد عشان ينزل لنا الإصدار الجديد من الكتاب بإذن الله. لا أنا بقى اسألي اتفضلي حضرتك. طيب دكتور طارق، حضرتك الفكرة بتاعت كتاب أحببت اسمك هي فكرة حلوة قوي، إزاي جات لك؟ اولا انا في الكتاب مش بمدح الانسانه نفسها، انا بمدح الاسم، بقول احببت اسمك، مش احببتك انت كانسانه. طبعا هي الانسانه طبعا جميله باسمها، لكن انا بمدح الاسم هنا ومعناه، يعني انا بكتب في معاني الاسم نفسها. وطبعا كل جزء فيه 40 اسم، ولسه فيه كمان ان شاء الله جزئين كمان غير الجزء الاول والثاني باذن الله، وفي اسماء كمان ولاد ورجاله ان شاء الله باذن الله في القريب جدا هينزلوا، وان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان هو يعجبكم. انا عايزه يعني بس يعني اسفه اني قطعت حضرتك. طيب موقف طريف حصل لك اثناء حفل توقيع كتاب احببت اسمك؟ لا هو مش حضرتك كنت قلت مره يعني هو مش كان في حفل توقيع ولا حاجه، احنا كنا في نادي من الانديه، وكان طبعا اغلب اللي كانوا حاضرين ستات طبعا على اساس ان هم عاوزين يسمعوا قصائد او خواطر في اسمائهم يعني. وبعدين كان في واحده طبعا جوزها كان ماسك هو المقر الثقافي، وكانت عاوزه يعني تسمع اسمها، فقال لها طبعا هو كان محرج جدا، فلما قلت كلمات الاسم فهي قالت له يعني شفت مثلا شعراء بيكتبوا فيا وانت ما كتبتش فيا حاجه. ده بس كان موقف كان ظريف جدا يعني. طيب في النهايه ايه خطه حضرتك من خلال دار نشر الجمهوري العربي اللي حضرتك مسؤول عنها ورئيس مجلس ادارتها للثقافه بشكل عام واثراء الثقافه؟ والله بص يا مروه، احنا طبعا جاهدين ان احنا بنحاول ان احنا بنساعد مش هنقول بقى بنساعد الثقافه، احنا جزء صغير جدا. المفروض ان احنا بنحاول يعني عاوزين جمال اللغه العربيه يظهر، واللغه العربيه ترتدي الحلي بتاعها الجميل اللي فقد في الايام دي مع الكلمات السيئه اللي بنسمعها ومصطلحات غريبه جدا على مجتمعاتنا. وبعدين احنا اللغه العربيه دي لغه القران، ربنا اختارها لنا سبحانه وتعالى، واختار اللغه العربيه للقران، احنا نمحي الاختيار الجميل من ربنا ده. فاحنا اللغه العربيه دي اجمل لغه، فاحنا عاوزين نحييها وعاوزين تظهر بالشكل الجميل اللائق بها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. كل الشكر لحضرتك. شكرا ليكي. شكرا يا دكتور. اسيب لك الميكروفون. الف شكر. شكرا استاذه مروه، وشكرا لكل الناس الجميله المبدعين اللي احنا قابلناهم النهارده، وشكرا لمكتبه مدبولي، وشكرا لدار نشر الجمهوري العربي. وان شاء الله نوعدكم بمزيد من الحلقات برنامج كاتب وكتاب ومكتبه. شكرا لكم.